قصة الفاسدين وهذا التضارب بالتصريحات. قلت لك كان ضيف عندي السيدة عالية نصيب، قالت الوزارة هي من حصة دولة القانون وهم اللي يعني كل هذه يحركوها. صحيح المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بس اللي شفناه مثلا من التصوير وكذا إلى آخره ويشبه على أنه كأنما نور زهير هو يعني. أنت لو قايل لي غير علي نصيف إيه؟ كان أعطيتك تفاصيل دقيقة، بس راح أرحل هذا الموضوع وما أجاوبك لأنه هو مصدر علي نصيف. نعبر هذا الموضوع. نائبه نعبر هذا الموضوع. يعني لو شخص آخر رصين، مع احترامي لأختي العزيزة، لو شخص رصين عنده قدرة في التحليل وعنده موقف ولأنه طلعت من دولة القانون. أنا ما أريد أتوقف عند محطة هي في حساباتنا مصفرة رايحة يعني. فأنا أرجع وأنا أشكرك لأنه اختاريت هذه موضوع الفساد ومحاربة الفساد. عدنان الجميلي نموذجا وكأنك في قلبي. أي نموذجا في وزارة النفط اللي يعني حصة دولة القانون. وزارة النفط هي يعني السيد وزير النفط هي مو مباشر مرتبط في حزب الدعوة. نعم. نقطة رأس السطر. بعد من مرتبط. تسمعني. هذا واحدة. اثنين، الدرجات الخاصة من وكيل نزولا للمدير العام حصص تتوزع على الجهات السياسية. أما إذا أنت حضرتك تذكرت تجربة معينة أخذوها من الباب للمحراب، هذه بحثا آخر، هذه نموذجا استثنائيا وما أريد نعطي تفاصيله. زين. اليوم الوكالات هو رجال جميلي، يعني ما ممكن أن يكون من الدعوة جميلي. تمام. نكون واضحين يعني. لا تاريخ حزب الدعوة به إسلامي من السنة والشيعة. فالسيد الجميلي يعني مو صناعة دولة القانون. زين. قد يكون صناعة ما بين الإعمار والتنمية وشركاء آخرين. قد يكون معطياتك على هذا يعني احنا نتحدث بالمساحات اللي ممكن. قصدي ليش الاخوان يرموها، ليش يرموها بساحتكم؟ هسه انا قلت لك المصدر، لو المصدر غير هذا المصدر انا افصل لك الملفات الاخرى. زين.